السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نتمنى الفيديو ديال اليوم نلقاكم بأحسن الأحوال يا ربي وبصحة جيدة. فيديو جديد ونهار جديد وروتين جديد. نبدا من التحضيرات ديال رمضان. راني اليوم راني نشارك معكم الطبيلة ديال الفطور ديالي بمكونات اللي هي اقتصادية، ونتمنى أنكم تبقاو معايا في الفيديو حتى الآخر. وإلا عجبكم الفيديو من طبيعة الحال ما تنسونيش مني لايك والاشتراك وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد إن شاء الله. غادي نبدا معكم الفيديو ديالي بأول حاجة تنبدا بها هي العصير ضروري. العصير تنبدا به هو الأول، أول حاجة تنديرها هي العصير مع تنديرو نحطوه هكا يبرد، تنبدا به هو الأول، ومن موراها تندير الحريرة مابغيتش نشاركها معاكم. شاركتها معاكم جوج المرات في الأول ديال رمضان، ما بغيتش نبدا نعاود نشاركها معاكم. هنا العصير درت فيه غير الفريز، التفاح، الليمون، واحد جوج ليمونات، الفريز، جوج تفاحات وسكر سنيدة والما وتنطحنو هنايا. نسيت راسي المهم ضروري من الكوارث نسيت سميتو وخليت هكا ما تديتش هداك الكاس مزيان هو يفيض ليا. صافي هنايا كيما شفتوا من بعد ما طحنتو تيجي القوام ديالو واعر وتيجي منعش، ومع ديك الحموضه ديال الليمون وديال الفريز تيجي زوين. المهم هنا درتو في القرعه ودرتو في الثلاجه ودزت هنا باش نوجد واحد الكيكه. كيك مع تهيتي كيكه تكون عاديه. المهم ها ديال دانون ديال الفاني، درت هنا جوج بيضات، كاس ديال الماء. تنعبر بهذاك كاس ديال دانون، درت دانون ديال الفاني، ودرت بيه باش عبرت كاس ديال الزيت وكاس ديال الماء والسكر. تندير ما تنعبرش السكر، تندير عيني ميزاني مع ما تنبغيش نكثر السكر. تندير المهم تندير القياس ديالي، ودرت واحد القبيصه ديال الملحه. غادي ندير كلشي في هاد مونينيكس، ما غاديش نحتاج كاع لا هكا. المهم ما غاديش نحتاج انني نديرو في الاناء ونبدا عاوتاني. حتى من دقيقه غادي نديروها في مونينيكس. المهم من بعد ما طحنت هادوك السوائل مزيان غنضيف هنايا الدقيق. حتى الدقيق تنديرو عيني ميزاني ما تنعبرش حتى هو. وتندير جوج خمارات هكا جوج خمارات حمرين. صافي وتنخلط في مونينكس، ما تنعاودش نديرو في الاناء فهكا في اناء عاد نبدا نخلطو بالضرب اليدوي، لا. المهم تنخليه في مونينكس حتى تيتخلط ليا. صافي وتنجيب هنايا المول ديالي. هنايا جبت هاد المول هذا، نتوما ديروا اي مول بغيتو واي مول هكا عندكم، ماشي ضروري هذا. صافي هنايا كبيت فيه داك الخليط. المهم بالنسبة للقوام ديال الكيك ما تيكونش هكا خفيف، ما تتكونش خفيفة بزاف وما تتكونش عاوتاني ثقيلة. صافي هنا خليت واحد شوية ديال من هداك الخليط، ضفت ليه واحد المعلقة ديال الكاكاو وغادي نضيفو هكا من الفوق كيما شفتوا. صافي وتنبدا هكا ندي فيه ونجيب فيه بهداك يا اما بموس يا اما هكا شي فورشيطه ولا اللي ولا غير هذاك القطيب ديال الشوا. المهم اللي عندكم. صافي هنايا من بعد دخلتها للفران اللي ديجا أنايا مسخناه، ما تكونش مسخناه بزاف باش الكيك ديالكم عاوتاني ما تتهبطش ليكم، تتجي هكا عالية. ضروري الفران يكون شوية ما سخونش بزاف وما باردش عاوتاني. صافي هنا من بعد ما درتها في الفران دزت باش نغسل هادوك المعينات، لحقاش ضروري تتحركي شي حاجة ضروري ما تتلقاي لافابو عامر بالماعن. هكا ما تنبغيش أنني نخلي الماعن تام حتى نكمل تيوليو تيكتارو والكوزينة تتعمر تتوسخ كاملة. ما تيعجبنيش أنني هكا نطيب فيها وهي مجرتلة. صافي ضروري من أنني نمسح ونغسل في نفس الوقت وأنا تنطيب. صافي هنا غادي نغسل هاد المعينات ونمسح وندير واحد التحلية هكا ديال التفاح اللي تتجي حتى هي واعرة. جربوها وغادي تعجبكم. المهم راه ماشي شي حاجة اللي جديدة، راه ديجا أنا راه مطلية في اليوتيوب. المهم أنا شاركت معاكم الفطور ديالي كما هو. هنايا جبت واحد جوج تفاحات غادي نغسلهم، ماغاديش ندير جوج تفاحات كاملين، غادي ندير تفاحة ونص. صافي غادي هكا غادي نقيهم ونديرهم في مونينيكس يطحنوا ليا مع نص لتر ديال الحليب.
هنا من بعد ما كمّلتهم نقيت هادوك التفاحات، المهم ما حيدتش ليهم هاديك القشرة ديالهم، صافي كيما شفتوا درت تفاحة ونص بالنسبة للسيترو، اللي بغات دير جوج إيطرو عفوًا، دير تكمّل هادوك جوج تفاحات، أنا درت جوج تفاحات ونص إيطرو ديال الحليب، غادي نطحنهم مزيان، من بعد غادي نصفيهم ودرتهم هنايا في كاسرونة، وزدت عليهم فلون ديال الفاني العادي داك ديال الشينوا، وضفت ليهم سكر سنيدة على حساب الذوق، ومعلقة ديال النشا ولا معلقة ديال ديال كريم باتيسير إلا عندكم، ولا تكتفيو غير بهداك الفلون ديال الفانيلا راه تيجي عاقد. وهنايا وجدت التفاح اللي غادي نزين به، درت التفاح هنا في المقلة قطعته مرصيات صغار وضفت ليه السكر سنيدة وشوية ديال القرفة وغادي نضيف ليه واحد المعلقة ديال الزبدة وغادي نشحرها، المهم غادي نشحرهم مزيان. هنا من بعد ما عقدت ليا ديك التحلية ديالي، أما ماشي تتعقد بزاف وإنما غير شي شوية. صافي هنا جبت هاد الليمون هادو اللي غادي ندير فيهم هاد التحلية، المهم هنا راه خدات ليا 6 لحقاش قلت في الأول تهز ليا غير هاد 4 ولكن حيت صغيورين هزات ليا 6 المهم السيتر ديال الحليب عطاني 6. إلا عندكم هكا ليمون كبار راه غادي تهز ليكم غير 4، نص سيتر ديال الحليب غادي يهز ليكم 4 د الكويسات صافي. هنا مع هادو صغيورين غادي ندير 6 صافي وتندخلهم الفريغو. أنا تندخلهم نيشان الفريغو باش يبردوا ليا، ما تنديرهمش بكري حتى مورا العصر حتى ديك ال5 ولا هكاك عاد تنديرهم صافي. ودزت هنايا باش ندير هكا نعجن العجينة ديال البطبوط. أنا درت هكا الفورص سبيسيال، المهم وخميرة، المهم درت 2 دلايف ديال الفورص وزلافة ديال الفينو وعجنتها هاكا. المهم الطريقة ديال العجينة راه واضحة، كلشي عارف يعجن العجينة ديال البطبوط راه ضروري خاصك تدلكيها. صافي من بعد ما عجنتها خليتها تبرد ودزت هنا الحشوة. بالنسبة للحشوة درت هنا البصلة الخضرية والبصلة الحمراء شلطتهم، خيزو تا هو محكوك و وشوية ديال الكفتة، تقدروا ديروا غير الخضرة راه كافية، تطلق البنة ديالها زوينة، ماشي ضروري أنكم ديروا الكفتة، ولا تقدروا ديروا لا داند ولا الطون اللي يعجبكم. صافي ودزت هنايا شوية ديال القزبر ومعدنوس مقطعين كاينين عندي في الفريغو، زدت عليهم واحد شوية د هريسة، تومة بودر والعطرية البزار والسكينجبير وشوية ديال الصفيرة. وزدت هنا مع لقيت تحميرة 3 دياب، زدت هنايا درت واحد معلقة صغيرة ديال مطيشة ديال الحك، صافي خليتهم يتشحروا ليا. من بعد هنايا ما خمرات ليا هكا العجينة، دزت هنا باش غادي نشكلها كرات المهم غادي ندير هكا بطبوط لي صغيور، ما غاديش ندير هداك البطبوط الكبير. صافي هنايا كيما شفتوا غادي على حجم نتوما تديروا اللي بغيتو، تقدروا ديروا صغر من هكا ديروا هادوك الصغيورين، انا درتهم متوسطين ما هما كبار ما هما صغيورين. صافي غادي نشكلهم كرات ومن بعد هذا غادي نبدا نعمر فيهم. صافي هنا من بعد ما ساليت هنايا دزت هنايا تنبسط كل كرة وتندير فيها الحشوة، وغادي ندير ليهم شوية ديال الفرماج هنا ما فكرتوش في الأول، حتى درت هاد الأولى هادي عاد تفكرت أنني ندير الفرماج، المهم الفرماج غير زدتو ماشي ضروري أنكم ديروا الفرماج. المهم هنايا من بعد ما تندير فيها الحشوة تنجمعها وتنبدا نقرص فيها على هاد الشكل هذا. صافي حتى تنكمل المهم حتى تنكمل البطبوطات ديالي كاملين، تندير هنايا الحشوة وندير شوية ديال الفرماج الموتزاريلا وتنجمع وتنقرصها. صافي غادي نمشي بنفس الطريقة حتى نكمل البطبوط ديالي كامل. صافي هنا من بعد ما ساليتو صافي غير كما نكمل تكراس تنكون دايره المقله تسخن. صافي تنبدا من هذيك الاولى اللي قرصت الاولى هي باش تنبدا. صافي وهنا كما شفتوا غير تنحط البطبوطه ديالي فوق المقله، صافي تنقلبها بحال الطريقه ديال البطبوط راكم عارفينها ضروري من التقلاب باش تنفخ لكم وتتجي هكا خاويه من الداخل.
وضروري البطبوط ما يتنفخ كما تعرفوا البطبوط ضروري أنها تكون منفوخة باش تكون محلولة من الداخل كما قلت لكم. صافي هنا غادي نكمل البطبوط ديالي، المهم راه ساليت داك الشيء كامل، المهم الكيكة راه خرجتها من الفران. وهنايا التحلية حتى هي راه بردات ليا كما قلت لكم، راه تنديرها في الفريغو دغيا تبرد تقبط ليا راسها. صافي هنايا غادي نزينها بهداك التفاح اللي عسلت هنايا، اللي عسلته بالقرفة والسكر والزبدة. والمهم هنايا تقدروا تزيدوا هكا صوص كراميل من الفوق، ولا ديروا شوية ديال الزبيب، المهم التزيين تيبقى اختياري. ولكن ضروري أنها بما أنها ديال التفاح ضروري من أننا نزينوها بالتفاح. صافي هذا هو الشكل ديالها النهائي، تتجي واعرة والمذاق حتى هو يجي زوين. المهم جربوا هاد التحلية غادي تعجبكم. وهنا الكيكة ديالي من بعد ما خرجتها راه قطعت منها يد، المهم عطيت منها لبنتي. صافي أنايا ما زينتها ما حتى شي حاجة، أنا بغيتها هكا سامبل، كيكة عادية، ما بغيت من فوق ما بغيتها زعما مزينة لا بكونفيتير ولا كوك ولا شكلاط. صافي هنايا المخمار ديالي راه جا محلول وعامر حشوة. وهذا هو الفطور ديالي، المهم الكيكة اللي شاركت معاكم، البطبوط، التحلية والحريرة. راه قلت لكم ما غاديش نبقى نشاركها معاكم لحقاش ديجا أنني شاركتها معاكم، ما عنديش شي طريقة اللي مختلفة. طريقة واحدة اللي تندير الحريرة هي اللي تنبقى معتمدة عليها. وحطيت هنايا التمر، الشباكية، والمهم العصير وشوية وهكا واحد، المهم هاديك البيتزا كانت عندي. صافي وأتاي والقهوة. المهم هذا هو فطوري، نتمنى أنه ينال الإعجاب ديالكم، ونكون فدتكم ولو بشي حاجة اللي قليلة. وإلا عجبكم الفيديو كيف العادة ما تنسونيش من البارطاج واللايك. وبسلامة عليكم، نتلاقاو في فيديو جديد ونهار جديد وروتين جديد كيف العادة.